رجعنا تاني ميكس جديد لأغنية بنلف في دواير ستيفن روماني. تعالوا نشوف ستيفن عمل ايه في الميكس بتاعنا. بنلف في دواير والدنيا تلف بينا، ودايما ننتهي لمطرح ما ابتدينا. طيور الفجر تايهة في عتمة المدينة بتدور، ما بنكتبش الرسايل، ما بننتظرش رد لحد في يوم سمعنا ولا بنسمع حد. طيور العمر تايهة في عتمة المدينة بتدور، ساكنين في عالم يعشق الخطر، فيه الطيور تهرب من الشجر وتهرب النجوم من القمر وتهرب الوجوه من الصور. بنلف في دواير ندور على الأمان، ونلاقينا رجعنا تاني لنفس المكان. ندور ندور ندور. نايس جوب ستيف. تعال نتكلم شوية على حبة حاجات. البالانس حلو، توظيف الريفربات كويس، الاوفرول ليفل ما بين التراكات وما بين بعضها طول الوقت كويس. بس عندنا مشكلة في الاوتوميشن بتاع الكمانجات، في بعض الاجزاء كان بيرخم على صوتها. كان ممكن يتحل بالحل الايزي ان الكمانجات توطى تحت صوتها في الاجزاء ديت، او ممكن يتحل بالحل اللي هو الميكسد بين حاجتين، ان تقطع بالاكيو الترددات اللي بتتخانق مع صوتها في الكمانجات، وكمان توطيها سنة صغيرة. في حاجة تانية بقى في الميكس حلوة في سايد بس مش حلوة في سايد تاني. الحاجة الحلوة ان الميكس ستيل لسه محافظ على الديناميكس بتاعته، باين عندنا الفروق ما بين الاقسام وما بين بعضها، ومريح على الودن حتى لو انت بتسمعه على العالي، في حتة ان الديناميكس مش متداس عليها، مش متاكل عليها. يعني مفيش استخدام عنيف للليمتر او للكمبريسور اثناء الميكس، مضيع الحياة من الميكس بتاعنا. بس ده جه مع حاجة تانية. الأنفاس اللي موجودة كانت محتاجة ان انت تعمل لها إيديت، يا اما توطيها او تشيلها. انا مع الاقتراح بتاع ان احنا نوطيها. يعني تعال نسمع كده واسمع وشوف الحلقات اللي قبل كده، هتلاقي ان في ناس التفتت للبوينتس ديت وكانت بتوطي صوت الأنفاس لان هي عالية. اسمع معايا. بنلف في دواير والدنيا تلف بينا، ودايما هي جزء من الريزم، مفيش مشكله في دوت، ومش المفروض نحذفها طول الوقت لانها بتخلي الصوت روبوتك، بتاخد من الصوت الحياه اللي موجوده فيه. بس لو وطيناها شويه اعتقد كان الموضوع هيبقى الطف من كده. يعني كنت تيجي على كل الانفاس تخلي مثلا بشكل ثابت تعلم عليهم وتنزل 5 دي بي مثلا، ممكن تلاقي ان في نفس اعلى محتاج اكتر من 5 دي بي فتنزله 2 كمان وهكذا. كفريكوينسي وايز عندنا مشكله برضو اللي هي بتاعت المنطقة بتاعت اللومد اللي موجودة في صوتها. بنلف في دواير والدنيا تلف بينا، ودايما ننتهي لمطرح ما ابتدينا. طيور الفجر تايهة في عتمة المدينة بتدور، ما بنكتبش الرسايل، ما بننتظرش رد لحد في يوم سمعنا ولا بنسمع حد. طيور العمر تايهة في عتمة المدينة بتدور، ساكنين في عالم يعشق الخطر، فيه الطيور تهرب من الشجر وتهرب النجوم من القمر وتهرب الوجوه من الصور. بنلف في دواير ندور على الأمان، ونلاقينا رجعنا تاني لنفس المكان. ندور ندور ندور. بنلف في دواير والدنيا تلف بينا، ودايما ننتهي لمطرح ما ابتدينا.
طيور الفجر تايهة في عتمة المدينة بتدور. ما بنكتبش الرسايل، ما بننتظرش رد لحد في يوم سمعنا ولا بنسمع حد. طيور العمر تايهة في عتمة المدينة بتدور. يعني دلوقتي انا حاولت اشتغل على الحاجات اللي انا شايف ان هي ممكن تتطور. حطيت ايمجر عشان الميكس كان الى حد ما ضيق، كان محتاج يوسع شويه. هنا اشتغلت على المنطقه بتاعه اللوميد، شغلت دوت يقفش الحروف اللي في السيبلانس. بس كل ده ما حلش عندي مثلا الجزئيه دي ان الكمانجات بتعمل فايتنج مع صوتها. تعال اسمع تاني. طيور العمر تايهة في عتمة المدينة بتدور. ساكنين في عالم يعشق الخطر، فيه الطيور تهرب من الشجر وتهرب النجوم من القمر وتهرب الوجوه من الصور. بنلف في دواير ندور على الأمان، ونلاقينا رجعنا تاني لنفس المكان. ندور ندور ندور. يعني ممكن نلخص الموضوع في ان الفوكال كان ممكن نستخدم عليه مالتي باند كومبريسور عشان نحكم تغير الترددات فيه، وممكن برضو الديسر كان يقرص سنة على الحاجات اللي هي موجودة فوق ديت. والآلات زي الكمانجات وزي البيانو ممكن كنت تلمهم على باص، او ممكن كنت على كل تراك منهم تحط ايمجر وتوسعه بالشكل المناسب قبل ما تخش في المرحلة بتاعت ان هم يبقوا اوت اوف فيز. بس دي الحاجات اللي انا شايفها كانت ممكن تبقى احسن من كده في الميكس دوت. بس تسلم ايدك، اوفرول بالانس كويس، والميكس ستيل فيه دايناميك ولسه الحياة موجودة فيه. اشوفكم فيديو جديد قريبا ان شاء الله. سلام.